مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثالث موعدنا الرياضي على راديو ليسا فام. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي اللي بعد انتصاره البارح في الجوله الاولى من المجموعه الثالثه لكاس الامم الافريقيه 2025 امام نظيره الاوغندي بنتيجه 3-1 باش يتحول بعد غدوه الجمعه الى مدينه فاس المغربيه وباش يواجه في الجوله الثانيه من دور المجموعات منتخب نيجيريا في قمه لقاءات الجوله نهار السبت 27 ديسمبر بدايه من 9 تاع الليلة. الفحوصات الطبية اللي أجراها اليوم مهاجم منتخبنا الوطني التونسي حازم المسوري بعد الإصابة اللي تعرض لها البارح على مستوى الرأس في مواجهة منتخب أوغندا أثبتت أنها لا تكتسي أي خطورة، وبالتالي باش يكون على ذمة الإطار الفني لنسور قرطاج بقيادة الناخب الوطني سامي الترابلسي في مباراة السبت أمام منتخب نيجيريا. نواصل مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وآخر أخباره في الرباط، وين أجرى اليوم الصباح حصة لإزالة الإرهاق بنزول الإقامة خاصة بالملاعبية اللي شاركوا في مباراة البارح أمام أوغندا، فيما باش يقوموا بقية الملاعبية بحصة تدريبية اليوم العشية بالملعب الأولمبي بالرباط. الحصة هذه باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام دون الإدلاء بتصريحات بالنسبة للملاعبية والإطار الفنية. إريك شال مدرب المنتخب النيجيري بعد الفوز على تنزانيا بنتيجة 2-1 أكد في تصريحاته أن مواجهة الجولة الثانية أمام المنتخب التونسي باش تكون في غاية الصعوبة نظرا لقيمة المنافس وخبرته القارية. شال أوضح أنه منتخب تونس يعد من أقوى منتخبات المجموعة، مشددا على أنه تحقيق الانتصار وتسجيل الأهداف يفرض تحضير جيد ودقيق للمواجهة هذه. ذكر أنه إريك شال أسبق له مواجهة المنتخب التونسي وقت اللي كان مدرب لمنتخب مالي خلال كأس أفريقيا للأمم 2023، وين فات المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي 1-1. المنتخب البوركيني قلب الطاولة في الوقت القاتل وحقق فوز مثير ظهر اليوم على حساب منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1 في افتتاح مشاركته ضمن الجولة الأولى من الدور الأول لكأس أفريقيا للأمم المغرب 2025. المنتخب الغيني الاستوائي كان السباق إلى التسجيل عبر مارفين إنيبو في الدقيقة 85 قبل ما ينجح منتخب الخيول في العودة عند الدقيقة 5 من الوقت بدل الضاع بواسطة اللاعب مينونغو. ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد. تابسوبا محترف باير ليفركوزن الألماني اخطف هدف الانتصار القاتل لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 90+8 مانحا فريقه فوز ثمين في بداية المشوار القارية. نواصلوا مع الكان وبقية برنامج مقابلات اليوم، وين تدور حاليا مباراة المنتخبين العربيين الجزائري والسوداني. 47 دقيقة في الشوط الأول 1-0 لمنتخب محاربي الصحراء، سجلوا اللاعب رياض محرز في الدقيقة الثانية، وأيضا المنتخب السوداني يلعب منقوص عدديا منذ الدقيقة 40 بعد إقصاء لاعبه صلاح الدين الحسن. بالنسبة لبقية المقابلات اللي تدور اليوم في نسخة كان 35 اللي تستضيفها المغرب، 6:30 مباراة الكوديفوار والموزمبيق، و9 متاع الليل لقاء الكاميرون والغابون بتحكيم مصري لأمين عمر. نختم أخبارنا بالرياضة أو بالمباراة الودية اللي دارت اليوم في مركب حسان بالخوجة، واللي ينتصر فيها الترجي الرياضي التونسي على حساب المستقبل الرياضي بسكرة بنتيجة 9 أهداف مقابل 0. أهداف فريق باب سويقة سجلها كل من الجزائري كسيل أبو عالية في 3 مناسبات، 2 أهداف لكل من جاك ديارا وأبو بكر دياكيتي، وهدف لفلوريان دانوا. هذا ما كان عنا في أخبار رياضة اليوم. كل الأخبار كالعادة متواصلة على صفحة سبور باي يونس اف ام. باي باي. توا سبور على يونس اف ام.